هذه ليست عملية القنص الأولى التي نشاهدها لجنود الاحتلال. أهمية هذا النوع من العمليات وكيف يؤثر على جيش الاحتلال؟ يعني أولا ميزت هذه البندقية الغول هي تطوير هندسة عكسية لبندقية قنص صينية مداها 2000 متر. في تركيز خلال هذا الفيديو على هذه البندقية. نعم. يتم إظهار البندقية بشكل واضح. نعم، هي بندقية الغول مواصفاتها أهم العوامل المدى. مداها يصل إلى 2000. في معظم الحالات يعتبر المدى القاتل المثالي 1800. إذا دعينا نقول من 1800 إلى 2000 إصابتها قاتلة. الطلقة عيار 14.5. وفي كان أحد اللقطات المشهورة في أحد الفيديوهات إنه عندما أطلق الطلقة كانوا جنود اثنين، كان في جندي واقف المثلث الأحمر وبمرور جندي آخر، فأصابت الأول وخرجت منه وأصابت الثاني، لأنه عيار الطلقة كبير جدا. وبالتالي هي تبث الرعب، ولأنها تأتي من مسافة بعيدة، وإذا كانت ضمن المدى الأقصى فالقناص يكون في مكان يفترض أن يكون آمنا. لكن هناك تساؤلات قد نطرحها كمشاهدين ومحللين، لكن القناص الذي نفذ العمل هو أعلم بظروفه المحيطة. هذا الفيديو تحديدا لاحظ هناك عدد من الجنود، هو عدد من الجنود اختار القناص أحدهم. كان هناك جنود أمامه وجنود خلفه. إذا لاحظنا المثلث الآن الأحمر أطلق الطلقة أصابه في منطقة تقريبا الظهر، الكتف الخلفي. نعود لنشاهد هذا الفيديو سويا. هي أصابه وسقط. الآن التساؤل الذي يطرح، يعني لماذا لم يستهدف من كان قبله؟ طبعا الإجابة هذه البندقية تعمل طلقة. تعمل هي تقريبا 5 طلقات، ولكن لكل طلقة إجراءاتها. لماذا؟ لأنه عندما يطلق الطلقة لاحظوا على ايش يضعها، على كيس أسود، فبالتالي ستختل. إذن